صباح شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى الكل بخير وتشوفون فيديو اليوم. الجو كلش بارد واحلى شي بالشتاء انه واحد يصبح على التنور. طبعا طلعت لقيت مرت اخويا عاجنه من وقت وخطيه باشا بالخبز، فوقفت وياها هنا دا اساعدها بالخبز. وبشرون شلونها علاقتكم ويا الخبز هاي الايام؟ حتى المتريد تخبز انه على مود الدفو وتخبز يوميا مو؟ ماما خليني اساعدك بالخبز. حسوني اخليك بالتنور تصير دجاجة شوية؟ اي. شو تساعدني؟ وين تقدر تساعدني؟ اقدر. والله. لا حبيبي اخاف عليك. مو اريد اتدفى. يعني ما تريد تساعدني ما تريد تساعدني روح مزعلتك. لا زعلت لا ما شاء الله اصغر واحد بالعالم قام يطق علي. وهسه انتو بشروني شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون اليوتيوب بدوني؟ اكيد متعودين على هذا الشي وماكو شي جديد. قبل لا نبلش بالفيديو، اليوم الفيديو مالتنا كلش حلو، حيكون عفوي، راح اخذكم بجولة شلون ما يصفى يومي، يعني كلش عفوي. ايش راح يصير بيوم راح اصور لكم اياه. تمام؟ قولي تمام. مو انتي، هم انتي شعريت. وبس ودي اعرف جهالي ليش هيجي يفترون وراي، يعني تخيلوا بكل شغل هم يمي القاهم. المهم هنا الحمد لله تقريبا خلصنا الكمية مال الخبز، وبيت خالي جايين خابرونا انه جايين بالطريق، فراح تصير اليوم اللمة كلش حلوة. وبيت اختي هم قالت راح اجيكم، حيل متحمسة. يعني تخيلوا بيت خال وبيت اختي حتصير لمة كلش حلوة. بالاضافة هنا جيت لقيت ماما دا تسوي تشريب الدجاج. طبعا تسوي ماما كلش طيب، وهو بنات قالت احنا هم نسوي نفس الطريقة وهم الطعم كلش طيب يصير بالليمون. كنت اتوقع اني الدجاج ويا الليمون حيصير يعني طعم المرقة بيها مرورة مال ليمون، بس العكس صار انه ماما توخر هذا النوى اللي بيه الفصم اللي بداخله، مو شو يسمونه هو، اي المهم، فابد ما تصير مرورة بالمرقة. وهنا كلكم قولوا عاشت ايدك ام محمد على هذا الغداء كلش طيب. وبدينا العائلة التمت وراح نبدي بالغداء. بس قبل لا ابدي بالفيديو جبت لكم اليوم قناة كلش حلوة، البنوتة كياتة راح اخليكم الصورة مالتها. طبعا محتواها حلو، انه تنزل مكياج، تمام، فيديوهات تعليمية للمكياج، وبالإضافة ردود أفعال، يعني تخلي فيديوهات وتخلي ردة فعلها. الرياكشنات يمها شي ثاني، كلش حبيت قناتها. محتاجة دعمكم الحلو، كلامكم وتشجيعكم إلها، وانتم انطوها فكرة شنو نسوي لكم فيديوهات عم تكون بعد القناة أحلى وأحلى. فلا تنسون بأول تعليق مثبت وبصندوق الوصف كلكم روحوا سلموا لعليا وقولوا لها احنا جيش حوري وحور السلم عليك. وانا اليوم كلش متحمسه، اليوم عيد ميلاد اختي، تمام، وبديت دا احضر بالاشياء للعيد ميلاد. طبعا همزين جت بهذا اليوم اشتريت انا وياها سيتين، تمام، طقم كامل الها، اللي هو انا اعتبره تراك، اكو بنات طلعن بي يعني، بس انا البسه يعني لبسه بالبيت. فهاي القطعه الها وقطعه مثلها انا لابستها، تجي 3 قطع، اللي هو نص يصير نص بادي وكيمونة وبجامة. وطبعا كلش حلو باللبس، وهو الصراحة هذا مودها ومودي، يعني هي تحب هيج قطع. فكتبوا لي شنو رأيكم بيها، من 10 قيموا لي. هنا أخذت لها، ما اكتفيت بس تراك سود، لأن شقلكم هي بيوم عيد ميلادي تحتار شنو تشتري لي، يعني شو اشتري لها أحس روحي ما مشتري شيء، واحس كل شيء قليل بحقها. فاشتريت هذيك الفرشة مثل ما تشوفوها، فرشة تركية. وهنا أنا بديت جهزت كل شيء، راح أروح أشسور شعري وأمكيج، ووصيت حلويات هم اشتريت دا الزيت، هسه بس منتظرة إنه يوصلن. ماما راحت تجيب الكيكة والشموع والنفاخ وهاي الأمور. راح أبدي أني أشسور شعري وأصيح نونة هم شسور شعرها. وجيت أشوفكم هم اشتريش كم قطعة من المكياج. مكياج حيل كيوت، حيل كيوت. شوفون هاي الحمر مشخبطتهن هنا ألوانهن على يدي. طبعا ذني حمر وبلاشر اثنيناتين يصيرن. هاي حمرة هيك ستايلها كلش حلو، انه تنشال بالجنطة سبلاش، وهذا الجل مال حاجب ومرطب. وهنا أنا حبيت أجيب باليتات بشي مختلف مثل الترابي، كلش حلو، وذنيش الجريئات ألوان جريئة، يعني أنا ما استخدمهم بس عاجبني أسوي فد لوك بيهن مختلف. وعدكم داخل هاي القوطية كلينس مال المزيل مال المكياج، وهاي الأشياء حبيت أشاركها وياكم. وهسه تعالوا ننزل جوا ونشوف شكو ماكو. طبعا نزلت وانصدمت بشوفة يعني مستحيلة. تشوفون العشاء مصبوب، أختي جابت الكيكة وخلتها وين؟ أثناء ما نتعشى، يا معودة الكيكة مو هسه
خربت أم الاحتفالية. قالت لا أنا اليوم أريد عيد ميلادي مختلف، ويا العشاء عيد ميلادي. يابا شلون عشاء ملوحة وحلال، شلون راه ما قفلت. ويقولك صار عمرها 34 سنة، شو وقت تعقل بس فهموني. وكالعادة تقبلنا أمر الواقع وبدينا عادي، جبنا البيبسي وراح بعد أجيب الحلويات، هم راح أخليهن شو نسوي لها يعني عيد ميلادها وهي بكيف. قفلت علينا تسوون عيد ميلادي ويا العشاء. يابا حاضرين. هاي هنا أنا وصلت على مجموعة من الحلويات، طبعا تجنن هاي الحلويات، تجنن حرفيا. أنا آسفة على قساوة المنظر بس تحملوها. والله قولوا لي انتم عندكم هذا النفر الشاخط بالعائلة اللي يسوي كل شيء مو نظامي؟ تمام، كل شيء مو نظامي، يعني الناس أتكيت وتسوي بعد العشاء ترتيبات ونفاخ وكذا، قافلة على الوضع. هنا أنا شغلت الشموع وتمنت أمنية وحاطة فيها. والله شو أقول لكم، عاد وضع عائلتنا كلش خطير. بس شوفوا لي ذيك تاكل ملح وليمون. هنا أنا حتى القصة مو قانونية، بس باع القصة مو قانونية والله، الناس تقص قطعة قطعة. هي قصتها 4 قطع. المهم بس الصراحة أمانة استمتعنا وتونسنا، كان كل شي بخبال. ولهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أنا أحبكم هواي، أشوفكم فيديو ثاني مع